السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. ومرحبا بكم في قناتي سناء لايف ستايل. وصفة اليوم سفة بالشعريه والمكسرات، كتجي جد رائعه وسهله بزاف ما فيهاش تعقيدات وكثرة المكونات. اذا بقاو معايا باش نشوفوا الطريقه ديال هاد السفه والمقادير اللي كنحتاجو فيها. بسم الله على بركه الله. كناخدو الشعريه ديال السفه، الشعريه الخاصه بالسفه. عندي هنايا 500 غرام. هنا وضعت الماء باش نبخروها، ما نكتروش الماء. رجعت للسفه ديالي، غادي نضيف ليها مقدار ملعقه كبيره من زيت المائده، القليل من الملح، كنحاولوا نلبسوا السفه بالزيت حبه حبه، يعني كامله السفه خصها تلبس بهذا الزيت باش من نديروها تفور ما تلتصقش فيما بينها. كما كتلاحظوا هكذا. اعطيوها وقتها مزيان باش الشعريه كامله تدخل ليها الزيت. هنا غادي نوضعها في الكسكاس، انا ديجا دايره الماء يسخن. هنا غادي نوضع السفه ديالي في الكسكاس ونديرها تتبخر كما ترون. هنا من بعد ما طلعت معها التفويره غادي ناخدو داك الماء اللي طابت فيه السفه ديالنا. اذا كما ترون هاد البلاستيك درتوه باش الفوار ما يمشيليش على برا ويطلع لي في الكسكاس. اذا داك الماء لاحظوه غادي نديروه في واحد الكاسرونه ونردوا الاناء على النار، ثم نرجعوا السفه ديالنا ونسقيوها بداك الماء اللي حيدناه هكذا كما ترون. نحاولوا نحركوا السفه ديالنا باش تفزاك كامله. وغادي نغطيوها ونخليوها تطيب، طلع معها التفويره. هنا التفويره الثانيه بعد ما ندخل لها شويه الطياب كما كتشوفوا. مازال السفه ديالنا محتاجه هذا الماء. غادي نقوم بنفس العمليه، ناخذ الماء اللي طابت فيه ونكبو عليها من فوق. اذا كما كتشوفوا هنايا السفه ديالنا بدات تطيب، بدات تبان يعني الطياب باين فيها. بالنسبه لهنايا غادي ناخذ وجدت المسائل اللي غادي نزين بها. خديت الكركاع
الجوز، غطيته بالسكر كلاصي كما كتشوفوا. هنايا هذا الخليط اللي هو عبارة عن نصف كأس حليب و2 ملاعق حليب بودرة، خلطهم مزيان. هذا المزيج غادي نسقي به السفه ديالي في الاخير، من غادي توجد غادي نسقيه بها. اذا خديت بعض المكسرات، هنايا هي السفه ديالنا وجدت، كتجي زوينه بزاف بزاف الصراحه. اذا شوفوا ما نخليوهاش تعجن بزاف. المهم انا بالنسبه لهنايا راه خدات لي 4 تفويرات، انا بينت لكم غير 2 4 تفويرات باش الفيديو ما يجيش طويل. اقتصرت على في 2 تفويرات وصافي اللي صورت لكم، اما انا راني درت لها 4. هنا خديت واحد المرسو ديال الزبده، تكون زبده من النوع الجيد، ونحاول ندخلو في ندهن به كاع الشعريه ديالي عفوا. كما كتلاحظوا بعد ما زدت الزبده ها راني هنايا كناخذ الحليب ديالي داك الخليط اللي وجدته من قبل وكندخلو في الشعريه شيئا فشيئا. هذا الخليط هذا كيزيد لها واحد المذاق اللي رائع رائع. اذا كما كتشوفوا كندخل شويه بشويه باش ما تعجنش ليا، كندير واحد شويه تشربوا شويه الشعريه ونولي نضيف الباقي. اذا لاحظوا هي الشعريه ديالنا كتشرب داك السائل بسهوله، وما تخافوش عليها تعجن لكم نهائيا. هي صعيبه شويه في الخدمه، خصها شويه ديال الخاطر، ولكن الصراحه النتيجه كتكون رائعه. نسيت ما قلت لكمش باللي راني ضفت واحد المعلقه ديال السكر مع داك الخليط ديال الحليب، ضفت ملعقه سكر كبيره. اذا هنايا خديت الزبيب فورته وضفتو للسفه ديالنا، حيت صراحه كنت نسيتو في الاخير، عجاني في البال ومشيت فورته وضفتو للسفه ديالي. اذا كما كتلاحظوا هنا خديت واحد الاناء اللي غادي نقدم فيه، ما غاديش نقدم فيه، غادي غير نمونطي فيه السفه ديالي. فرشت فيه بعض المكسرات وغادي نضيف الشعريه هكذا. اذا غادي نقلب السفه ديالي في الاناء ديال التقديم او في طبق التقديم عفوا. كنحاول نقاد الجوانب وكناخذ قطع الجوز او القرقع وغادي نزين السفه ديالي. بالنسبه للتزيين كل واحد يزين كيف ما بغى، ولكن صراحه بالمكسرات يعني احنا في عاده ما كنديروا السفه بالقرفه والسكر كلاصي، انا هنايا حاولت نديرها بالمكسرات صراحه طعم ولا اروع. اذا هذه هي النتيجه النهائيه، جربوها وغادي تعجبكم انا متاكده. المذاق رائع رائع. بالنسبه لي انا درت كميه قليله حسب افراد العائله ديالي، نتوما تقدروا تضيفوا ديروا كيلو تجيكم طبق ما شاء الله يجي كبير يجي زوين. اذا هذه هي النتيجه الاخيره. شكرا على المشاهده ديالكم والمتابعه ديالكم. اتمنى تشتركوا في القناه الا مازال ما مشتركيش في القناه، وتضغطوا على زر الجرس وضغط على زر لايك باش تشجعوني باش نقدر نعطيكم اكثر واكثر. وشكرا بزاف بزاف والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.